يا صباح التفاؤل وصباح الجمال وصباح كل حاجة حلوة. صباح أجمل حاجة بتديكي حاجة إيجابية وحاجة كده بتدي طاقة غير عادية. لو انتي زهقانة أو مخنوقة ورحتي مكان فيه زرع أو فيه ورد بتلاقي نفسك حاسة ان انتي مودك اتغير، شكلك نفسه من جوه اختلف. انا نفسي بحس بكده وناس كتير قوي. مش عارفة. بصوا بقى، النهاردة نزلت بالصدفة كده نازلة اشتري شوية حاجات، لقيت واحد واقف بعربية مليانة ورد. راجل كده بسم الله ما شاء الله عليه، اللهم بارك فيه، ربنا يبارك له في عمره. لأول مرة في حياتي بشتري الورد على فكرة، أو الريحان أو النعناع. فبصوا الشجرة ديت أو الزرعة ديت عجبتني فين قوي بقى اما بتكبر؟ قوي، فين؟ مفيش واحدة بجد كبيرة؟ جميلة. لا هي بتكبر عادي. خلي بالك دي عفر، ها؟ يعني هي لونها زي كده ابيض لونها اصلا؟ ابيض ده. طلع شكلها الورد. حلوة. لا ده هي بتحلاو. هاتي الكبيرة دي، هاتي الكبيرة دي. دي صبرنا على شوفيها كده يا فاطمة، شايف امسكيها. الورق ده بقى اسمه الزناريا اللي هو القديم. طب ما هو القديم بيترمي. بيطلع غيره. وانت بص الورقه اللي بتطلع عايزاها تفضل زي ما هي. كل حاجة حلوة. أو أختي الصغيرة، فأختي الصغيرة كل حاجة بتقول عليها جميلة، الله حلوة. ففاطمة أختي دي مشهورة بالجملة دي، أي حاجة الله جميلة الله حلوة. بصوا بقى، خدت صبارة وخدت نعناع وخدت ريحان وخدت الشجرة اللي اسمها الزناريا دي، وخدت 3 أنواع من الورد، واحدة فيها ورد أصفر واتنين فيهم وردي. فما شاء الله سعرهم حلو قوي وعجبني الفيديو قوي. صباح التفاؤل على عيونكم جميعا. صحينا بقى من النوم وفتحنا البلكونه بالشكل ده، وانا لسه ما دخلتش الورد جوه. ما شاء الله لسه مورد وزي ما هو جميل. يلا بقى نسقيه زي ما الراجل ما قال. الراجل قال ايه؟ قال نسقيه كده اهو بالشكل ده كده، حوالي نص كوبايه من الميه بس كده. ايوه بس كده. تعالوا بقى للزرعه الغريبه اللي انا مش عارفاها ايه هي دي، بجد غريبة. وقال لي رشيله وشه كده كأنه بيغسل وشه، او النبي قال لي كده. بصوا الريحان يا سيدي على الجمال. بصوا يا جماعة، انا بسقيه من المية اللي احنا بنشرب منها، مية نظيفة. ليه بقى؟ عشان هنا فيه النعناع، فطبعا النعناع ده انا هستخدمه للاكل بامر الله لو كبر ان شاء الله. ادعوله كده يكبر. والشجرة دي الغريبة دي هو قال لي هي لونها كده، بس بجد خرافة جميلة ما شاء الله حلوة. بصوا، لان سبحان الله الزرع بيتسقي من عند ربنا بالندى، فما فيش ندى، فانا هعمل ايه؟ هحط له مية من عندي لحد ما ادخله البلكونة. بصوا بقى الزرعة دي ورد اصفر اهو. بس هو اي بخاخ عندي اهو، بخاخ نضيف غسلته وخليته نضيف اهو. انا سايباه على كرسي الانتريه، على ترابيزه الانتريه، وحاطه تحتيه كيس كده عشان بحيث لو نقط او حاجه ما يبهدليش المفرش اللي انا فرشاه. فعلا بصوا نزل ميه اهو، يعني كلامي طلع في محله. بعد كده هحطهم. نوني في فيديو جديد، باي باي.